كم مرة قعدت تذاكر بالساعات وفي الآخر مفيش نتيجة؟ في الفيديو ده هخليك ترفع درجتك من 85% ل100%، وهقولك شوية حاجات تساعدك ترفع درجتك من غير جهد ولا تعب. أول حاجة، اكتب كل اللي وراك. كل شوية المدرسين بيطلبوا منك واجب وبحث، وبتثق في دماغك إنك هتفتكر كل اللي وراك. في اليوم اللي بعده المدرس بيطلب منك الواجب، وهتكون إنك نسيت إنك عليك واجب أصلا. وعشان ما تقعش في نفس المشكلة دي تاني، هات معاك نوتة صغيرة واكتب اللي هيطلبه منك خطوة بخطوة. خطوة بسيطة محدش هيديها اهتمام، بس استمر عليها وبعدها هتشوف الفرق. الخطوة التانية، استخدم تقنية البومودورو. التقنية دي اخترعوها عشان الناس اللي بتعاني من التركيز في المذاكرة والشغل، اللي بيعاني منه أغلب الطلاب للأسف. وعشان نحل المشكلة دي اخترع فرانسيسكو البومودورو تكنيك، إنك تحط وقت للمذاكرة 25 دقيقة وترتاح من 5 دقايق ل10 دقايق، وخلي بالك ما ترتاحش أكتر من كده. الطريقة دي ساعدتني قوي، أنصحك تستخدمها لو وراك دروس متراكمة. الخطوة التالتة، ركز مع المدرسين. وما ببالغش إن كان في مدرس من أول حصة معاه شكر فيا قدام الطلاب كلهم، عشان فضلت محافظ على التواصل البصري معاه وبجاوب على أسئلته اللي بيقولها بسرعة. دعمني بطرق أحسن من مذاكرتي في المادة اللي كان بيشرحها. وخليك دايما من ال5% اللي بيبقوا مركزين مع المدرس في الحصة. وعلى سيرة الدعم، ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك عشان أوصل 1000 مشترك. الخطوة الرابعة، لاقي أسلوب مذاكرتك. ما استوعبتش النقطة دي إلا بعد وقت وجهد طويل من تلخيص الدروس وكتابة الملاحظات، إن مش ده الأسلوب اللي ينفع معايا في المذاكرة. مش نافع معايا لأني بنسى بسرعة، فأنا محتاج إني راجع على اللي أنا بذاكره أول بأول. فما تنساش تجرب كل الأساليب الدراسية وتكتب لنا الأسلوب اللي أنت استقريت عليه في التعليقات. الخطوة الخامسة، ذاكر الدرس 3 مرات. كلمة تستصعبها أول ما تسمعها، بس صدقني الطريقة دي هي اللي ساعدتني إن أثبت المعلومة في دماغي أول مرة أحضر للدرس قبل ما أذاكره. يعني خد بص على المفاهيم والحاجات المهمة. الحاجة دي هتساعدك بشكل كبير، هتخليك تستوعب شرح المدرس بشكل كويس، وهتخليك تجاوب على الأسئلة اللي هو هيسألها لك بسبب إنك قرأت الدرس قبلها بمرة. كده المرة التانية لما يشرح المدرس الدرس اسمع وركز معاه. كده انت ذاكرت الدرس مرتين. المرة التالتة لما ترجع البيت راجع الدرس واشكرني بعدها. الخطوة السادسة، ما تمسكش الموبايل وانت بتذاكر. بمجرد ان الموبايل في الأوضة ومخك مش هيقدر يقاوم شعور انه يمسك الموبايل ويشوف الإشعارات، المصيبة أكبر وأكبر وصوت الإشعارات جنبك وانت بتذاكر. اعتبر نفسك انك مش مذاكر حاجة، ومش محتاج اقولك ضرر التليفون على التركيز، وكلنا عارفين الشيء ده. ولو مذاكرتك عليه حاول تستبدله بأي حاجة، سواء ايباد قديم أو لابتوب، لأن التليفون مش مخصص للمذاكرة، هدفه الرئيسي إنه يشغلك. ولو ما عندكش بديل تاني احذف كل التطبيقات اللي مش هتستخدمها في المذاكرة، زي التيك توك أو الانستجرام. ومن الآخر كده، الخطوات اللي قلتلك عليها مش هتفيدك لو التزمت عليها لفترة طويلة. فاللي عليك تعمله تاخد خطوتين من اللي أنا قلتهم كل يوم وتنفذهم على مذاكرتك. حاول تلتزم عليهم لأطول مدة ممكنة، لأن الحاجات اللي قلتلك عليها دي هتغير مذاكرتك ومستواك، اخد هتوديه البرجر في في حتة حتة تانية تانية. خالص. ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة عشان بتعب في الفيديوهات دي.